هذه السنة تنظم بالسمارة أو سرد وكذا أسا. تهدف القافلة الفلاحية هذه السنة إلى يعني مواكبة أيضا تطور قطاع الإبل، وبهذا الأساس اخترنا نفس الشعار السنة الماضية معا من أجل تطوير قطاع الإبل، تنمية قطاع الإبل. هذه القافلة تنظم بشراكة مع وزارة الفلاحة، المكتب الشريف للفوسفات وفونداسيون يعني مؤسسة فوس بوكرع. يعني الهدف الأساسي هو تحسيس وتوعية مربي الإبل حول السبل الكفيلة بوقاية الإبل من الأمراض وتربيتها وأيضا تنميتها وتنمية يعني آليات التي متواجدة على الصعيد الوطني والدولي وإدخالها من أجل تثمين هذا القطاع على صعيد الجهة. كما تعرفون سنة 2015 نظمت القافلة الأولى، وكان طلب الكسابة أنه من الضروري تتمة مناقشة هذا الموضوع، واخترنا أيضا أن نكمل نقاش هذا الموضوع نظرا للأهمية القصوى التي يحظى بها القطاع، بحيث أنه هو الركيزة الأساسية للقطاع الفلاحي بالجهات الثلاث، ونظرا أيضا للحاجة الماسة التي لمسناها لدى الكسابة والفلاحة من أجل تعمق أكثر وإبراز تجارب وخبرات دولية لكي نشجع الكسابة ومربي الإبل على المرور من تربية تقليدية لتربية عصرية. وأظن أن هناك مبادرات قامت بها وزارة الفلاحة. المؤسسة فقط تقوم بالتحسيس والتوعية لتكملة ومواكبة ما يقوم به القطاع الوصي، ومن أجل يعني المرور نحو توعية إفادة شاملة وعامة للكسابة. وآثرنا أن نكون بجهات بعيدة عن المركز، نظرا لأننا في سنة 2015 نظمنا القافلة بالمراكز أي العيون والميم والداخلة. هذه السنة تم تنظيمها بالجهات النائية، المدن النائية والأقاليم النائية، نظرا لحاجة المؤسسة لأن تكون قريبة من الكسابة في مكانهم وفي محل اشتغالهم.